الاخبار يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من ذا بريتش انجلش وازاي تتعلم البريتش انجلش من الافلام والمسلسلات. طبعا لسه بنكمل مع بعضينا مسلسل الفايكنجز، متنساش تعمل سبسكرايب وكمل الفيديو للاخر عشان تستفيد كتير، ويلا بينا. ركز كده في الجمله دي. Will this be your first raid? Will this be your first raid? Will this be your first raid? طبعا TH ساوند مهمه جدا. The voice TH. Will this be your first؟ طبعا يو بنشيل الار اللي في الاخر فخلي بقت يو، وخد بالك من كلمه يو والفرق بينها وبين يو العاديه. يو الثانيه دي عاديه جدا، بتقول يو زي مثلا how old are you او مثلا how are you، تقول يو عادي جدا. انما الثانيه دي يو بتضمها كده شويه وبتمدها شويه. يو. Will this be your first raid? First، خد بقى من كلمة first. كلمة first هنا انت شلت الار فبقت first، ما بقتش first. خلي بالك عشان في فرق بين الامريكان والبريتش. مش هتقول first كامريكان، لا هتقول first. Will this be your first raid؟ هو انا بيسأل الواد الصغير فبيقول له هل ده أول مرة ليك تدخل في غزوات؟ هنشوف بقى دي أول مرة ليه ولا لا. I believe we must attempt to come to terms with them. I believe we must attempt to come to terms with them. I believe we must attempt to come to terms with them. I believe we must attempt to come to terms with them. طبعا انا بيقول له هو كان بيقول له بيسأله عن نصيحته، فبيقول له تقريبا اللي احنا ممكن نعمله ان احنا نحاول ان احنا نوصل لشروط معاهم، مع الفايكنجز يعني، عشان هم كانوا داخلين عليهم هيحاربوهم، فهو بيحاول يقول له ان احنا ممكن نوصل معاهم لشروط معينه بحيث ان احنا ننهي المعركه دي، يبقى ما يبقاش ان احنا المفروض ندخل في معركه معاهم يعني او ريدز معاهم. فقال هنا I believe we must attempt to come to terms with them. attempt طبعا هنا البي دي مش موجوده تقريبا، بتقول attempt، ما بتقولش attempt، لا we must attempt وتستريس على التي، يعني ما تقولش attempt، ما تقولش attempt خالص، attempt. خد بالك من الستريس ده ليه؟ ت، اعمل الصوت ده ت. we must attempt to come to terms. اتفقنا من كلمة terms انها يعني شروط، طبعا بكررها اكتر من مرة عشان تفتكرها وتحفظها. terms شروط، بتشيل حرف الار بتقول terms، ما بتقولش terms، بتقول term. وطبعا كلمة with them في عندك 2 TH، واحدة منهم هتتشال فبتقول with them على طول، ما بتقولش with them، لا with them. Prevent the Northmen from coming and going. 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 طبعا بيقول له حاول ان انت تخلي الناس اللي هم النورثمن دول ان انت تمنعهم من الحركة خالص، ان هم يجوا او يروحوا او يتحركوا في اي مكان، تمنعهم من الحركة. تقريبا كانوا عاملين عليهم حصار يعني، فبيقول له prevent the Northmen from coming and going. ما قالش prevent، قال prevent. vent طبعا عشان دي اي، فانت عشان تيجي تنطقها بتفرق ما بينها وما بين الاي، تفتح بقك فيها شويه بتقول prevent. طبعا لازم تاخد بالك من البي، قلت لك عليها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان تفتكرها. prevent the Northmen، طبعا هتشيل الار فمش هتقول Northmen مش من، لا men. from coming and going، ما تقولش coming، حاول ان انت تستريس على السي، بتقول ك. شايف الصوت ده؟ ك. coming and going، ماشي. طبعا and بتشيل التي، بتشيل الدي اللي في الاخر بتخليها بسيطه جدا. and going، ما تقولش and going، لا and going. prevent the Northmen from coming and going. And in that way, trap them, starve them, force them to surrender. And in that way, trap them, starve them, force them to surrender. And in that way, trap them, starve them, force them to surrender. طبعا الكونكشن ما بين and و in، anin، الانين، ما قالش and in، خلي بالك. And in that way، and in that way. طبعا ال that هنا خفيفة جدا جدا جدا، ما تقولش and in that way، لا and in that way. حاول تخلي التي اللي موجوده في كلمه that glottal T، يعني تقولها من جوه، تخليها الصوت ده and in that، وتقف and in that way على طول عشان تتكلم اسرع، تخلي الموضوع اسرع بالنسبه لك. and in that way trap them, starve them. trap هنا لما تيجي التي ار مع بعضيها بتعمل الصوت ده trap them, starve them and force them to surrender.
طبعا starve قلنا دي معناها ان انت تبقى جعان جدا لدرجه ان انت تبقى ضعيف او مش قادر تتحرك او مش قادر تعمل اي حاجه، خلاص ان انت بتموت من الجوع، دي اسمها starve. هنا طبعا بيقولوا انت تحاصرهم بقى وبتعمل لهم بقى ايه traps، وتحاول ان انت تخليهم ما يتحركوش فيموتوا من الجوع وتجبرهم ان هم يستسلموا. surrender يعني يستسلم. طبعا قلت surrender مش surrender زي الامريكانز، لا surrender. طبعا اتمنى تكون انت استفدت من الفيديو ده بحاجه جديده وبدات ان انت فعلا تكرر وتبدا ان انت تتكلم بالبريتش اكسنت. ما تنساش تسيب لي كومنت انت بتستفيد قد ايه من الفيديوهات وايه اكتر جمله انت حبيتها في الفيديو دوت. ولو عندك مثلا اقتراح لاي فيلم او مسلسل جديد نعمل الفيديوهات الجايه سيبولي في كومنت، واعمل لايك سبسكرايب واشوفكم فيديو